بتحبني انا ولا بتحب فلوسي؟ طبعا الكلام ده بعيد عني، انا معيش فلوس. يا عم خالد مفيش احسن من الفلوس. علم ايلون ماسك، شهرة مارك، شوية شركات كده من بيل جيتس، بس دول الطيبين الجيل القديم. امال الجيل دلوقتي شايف الفلوس ازاي؟ يعني ايه فلوس؟ ويا ترى انت مين؟ انت اللي بتقول ان الفلوس دي كل حاجة، ولا انت اللي بتقول ان الفلوس دي عمرها ما بتجيب سعادة؟ يعني هي فعلا الحاجة اللي الدنيا بتدور حواليها، ولا هي اللي مدورة الدنيا؟ ولا لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال؟ ولا تسال راجل كبير في الشارع كده تقول له الفلوس بالنسبه لك ايه يا حاج؟ يقول لك ما بقاش فيها بركه، بتتبخر كل اول شهر. تسال شاب يقول لك انا عايز اعيش مرتاح انا وعيالي، راحه واستقرار يا معلم. ده بعيدا عن ستك اللي كانت بتحوش فلوسها في الشرابات، وال50 جنيه اللي بتوفرها كل اول شهر عشان تخش بيها جمعيه عشان تجهز بنتها. او انت شاب نزيه بقى هتوفر 1000 جنيه عشان تطلع بيهم مصيف اخر السنه. طب هل فكرت ابنك شايف الفلوس ازاي؟ ايوه بالظبط، هي الفلوس بالنسبه لهم كلها واحد، نظره ساذجه وبريئه، بس لو قرصت عليها شويه تروح تجيب لك ال50 جنيه اللي في الحصاله تقول لك خد يا بابا انا حليت لك كل مشاكلك. بس دول الطيبين الجيل القديم. امال الجيل دلوقتي شايف الفلوس ازاي؟ فولورز ولايكس ولا لايفات تيك توك؟ لو ركزت دلوقتي في الحياه اللي عايشين فيها هتلاقي كلها بتدور حوالين الفلوس. تحويله هنا، اشتراك هنا، زي اشتراك نتفليكس، شات جي بي تي، او تدفع فلوس عشان تعمل سكيب على اليوتيوب. تخيل معايا كده معاك فلوس تعمل بيها كل حاجه في حياتك. علم ايلون ماسك، شهرة مارك، شويه شركات كده من بيل جيتس. سامعك وانت بتقول ده كده حلوت قوي، انت عارف دول معاهم كام؟ بس ساعتها هتلاقي نفسك واقف في وسط الحياه بتقول ماذا بعد؟ المال رئيس سيء لكنه خادم ممتاز. بتقول ايه؟ انت عارف اللي قال الجمله دي كان فاشل في شغله واتسجن في قضيه تشهير؟ يبقى هو كان محتاج الخادم الممتاز بس ما ظبطتش معاه. الانسان بقى مفتقد البساطه في حياته، مفتقد الحب، مفتقد الامان. ما صحيح هيجي منين الامان؟ انت هتنام ازاي مرتاح يا عماد؟ تخيل معايا وانت راكن اليخت بتاعك ابو 640 مليون دولار حد راح ولع لك فيه. مأساة صح؟ ما تسرحش يا عماد، فوق انت كحياه. ده على انت جايب الطياره يعني ولا ايه؟ مش فاهم. انا مش جاي انصحك واقول لك ان الفلوس مش كل حاجه، بالعكس انا عايزك تفكر كده لو هتعيش من غيرها هتبقى مرتاح ولا لا؟ تخيلنا حياتنا مع حبنا للفلوس. طب تخيل معايا كده في ناس بتكره الفلوس. طب هل الفلوس اصلا ليها سلبيات؟ انا طول عمري اعرف انها بتبرد على الحران، بتطفي نار العطشان، بس تعرف في ناس فعلا ابتدت تزهق من الفلوس. طب والله العظيم بجد الفلوس خربت العلاقات، الفلوس بقت تحكمنا، الفلوس خلت كل حاجه ليها ثمن حتى البني ادم. يعني النهارده لو حد قال لك بحبك هتساله الاول بتحبني انا ولا بتحب فلوسي؟ طبعا الكلام ده بعيد عني، انا معيش فلوس، بس ده هيبقى عادي جدا وسؤال منطقي في محله. انا معاك ان الفلوس ساعات بتكسر الحواجز، بس برضه ساعات بتبني سجون حوالينا واحنا مش واخدين بالنا. الخلاصه، هل الفلوس حلوه؟ يا عم خالد مفيش احسن من الفلوس. اكيد، بس لما تكون انت اللي سايقها مش هي اللي سايقاك. عايزك تركز وترتب اولوياتك وتشوف انت محتاج ايه في حياتك عشان ما تلاقيش العمر ضاع منك برصيد عالي في البنك ورصيد صفر في الحياه. ما تنساش تسيب لي كومنت وتقول لي الفلوس بالنسبه لك ايه، تسوي سبسكرايب، تسوي فولو، تسوي كومنت، تسوي شير لاصحابك، وتخش تبعت لي تقول لي ان قد ايه الفيديو حلو وتعمل كومنت.